مساء الخير على اغلى ناس، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بالف خير. هنعمل فطور او عشاء سريع جدا جدا، ومعليش على صوتي، عندي زكمة بصراحة، فتعبانة شوية. المهم عادي كده، عندي بشرة هجيبها متوسطة. اول حاجة هقشرها وابشرها، وهجيب فصين توم برضو اهرسه، وهحطه على البصلة واجهز الحاجات دي. انا هجهز الحاجات لحاجة انا عايزة اعملها. وبرضو عندي طماطم برضو هقطعها صغير واجهزها، وعندي شطة خضرة. لو تحبي انت، دي اختيارية، الشطة الخضرة لو تحبي ان انت تزود الشطة الخضرة، فانا بحب الاكل يكون سبايسي. المهم ادي كده فصين توم زي ما شايفه، حطيتهم على البصل لان الاتنين كله هيتخلط مع بعض. فدي الشطه الخضراء هقطعها صغيره كده زي ما شايفه معايا. بس زي ما قلت لك حبيبتي، لو دي على راحتك، دي اختياريه. لو ما بتحبيش الاكل سبايسي مش لازم يعني تستغني عنها، بس انا بحب الاكل سبايسي. ادي كده خلصت. الطماطم برضو هقطعها صغير كده مكعبات صغيرة، واجهز الحاجات بتاعتي. دي اول اكلة معايا. انا عندي طعمية عملتها وحطيتها في الفريزر مش جاهزة يعني، بس هي العجينة. ففي العجينة دي حطيت شوية باكن باودر، وحطيت نص ملعقة كمون ونص ملعقة كزبرة، والملح تظبطيه. الباكن باودر ما تحطيش كتير طبعا عشان ما مررش معاكي، قولي ربع ملعقة. فبصراحة طلعت الطعمية هشة ورهيبة، وهي يعني أنا أصلا بعملها حلوة ما شاء الله، بتطلع حلوة معايا خالص، حلوة خالص. المهم أقعد كده فضلت خيركم أقلب فيها لغاية لما تطيب. أنا بعملها على نار متوسطة عشان ما تكونش تتحرق معايا من فوق، ومن جوه تكون نية. فهذه كده أول ما ياخد اللون الحلو ده الجولدن اللي شايفاه ده، نطلعها. عجيب بعد كده حلة معايا، هحط فيها شوية 3 ملاعق من الزيت، ممكن زيت زيتون او اي زيت عادي. بعد كده احط البصلة والثوم، هقلبه شوية. بعد كده احط الشطة الخضراء زي ما قلت لك، دي اختيارية، معلش على صوتي. بعد كده هجيب البهارات احطها، كمون، فلفل اسود، كزبرة، وملح انت تظبطيه. وادي الطماطم اقلبهم كده كويس تمام. وادي دي علبة فول حدائق كاليفورنيا، انا بحب استعملها، دي الخلطة المصرية، فما بحتاجش اغسله ولا اي حاجه. المهم حطيته كده. بعد كده وطي النار لمده 15 دقيقه، بعد ياخد ويدي مع بعض. ادي كده الفول بتاعنا جاهز. في اسرع من كده؟ جبت الهراسه هرسته، ممكن تخليه كده عادي زي ما شايفه كده. عملت برضو طحينه، حطيت كده لزوم التكات والحركات، وبرضو حطيت زيت زيتون من فوق او زيت عادي اللي متاح عندك. والطعمية طلعت مقرقشة وطعمها رهيب. وادي بصل اخضر كده، ويلا وندبها بقى. ده الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب تو ماي شانل. مع اسرار المطبخ مع سوسنة، لغاية لما نتلاقوا فيديو